في يوم من الأيام القاضي يحكم على 3 أشخاص بالإعدام، والثلاثة هدول هم رجل مسلم ورجل محامي ورجل فيزيائي. طريقة الإعدام كانت عن طريق شغلة اسمها المقصلة. ولما أجا وقت تنفيذ الحكم على الرجل المسلم سألوه في إشي بدك تحكيه قبل ما تموت؟ فرد عليهم وقال لهم ربنا عز وجل هو اللي راح يحميني. فنزلوا المقصلة، لكن قبل ما توصل عند رقبته وقفت، وقالوا إنه إحنا لازم نطلق سراحه لأنه أكيد ربنا عز وجل هو اللي حماه. وبعديها جابوا المحامي وسألوه نفس السؤال، ورد عليهم المحامي وحكى لهم العدالة هي اللي راح تحميني. ونزلوا المقصلة، لكن قبل ما توصل لرقبته وقفت، وساعتها على طول أطلقوا براءته لأنه حسوا إنه بريء. وأجا دور الفيزيائي وسألوه نفس السؤال، فرد عليهم الفيزيائي وقال لهم الشغلة طلعت مش شغلة ربنا عز وجل ولا شغلة العدالة، وكل الموضوع إنه حبل المقصلة فيه عقدة هي اللي منعت المقصلة من النزول. لما حلوا المشكلة بدأوا في تنفيذ حكم الإعدام عليه، وساعتها نزلت المقصلة على رقبته وقطعتها. تابعوني إذا شفتوني إني بستاهل.